الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة صوتنا في عودة جديدة لبرنامج بنحبك مصر، نلتقي اليوم وعلى هامش الندوة التي أقامها الحزب الناصري بمدينة المغرب الكبرى، وعلى هامش الندوة التي بعنوان الفقراء بين غلاء الأسعار وتزوير الانتخابات. ونلتقي اليوم مع الأستاذ الدكتور مجدي قرقر الأمين العام المساعد لحزب العمل، والأستاذ الخطيب العمراني بجامعة القاهرة. أستاذ مجدي، نرحب بك في برنامج بنحبك مصر وعلى قناة صوتنا الإلكترونية. أستاذ مجدي، دكتور مجدي، ما الذي أسفرت عنه الندوة؟ وهل هناك آلية عمل لدعم الحراك السياسي والمستقبل؟ أظن لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية في المحلة الكبرى من أنشط لجان التنسيق على مستوى المحلة. وأظن الندوة اليوم خرجت بنوع من التوافق على أن يتعاون الجميع فيما اتفقوا عليه، وأن يعذر بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه في قضية الانتخابات، أي أن الجميع ينظر هذه القضية من منظور وطني ولا يخون أحد الآخر باختلاف الموقف. ثم الندوة أيضا خرجت في توصيتها بالربط القوي بين تزوير الانتخابات وغلاء الأسعار من ناحية، وبين غلاء الأسعار والتبعية والفساد من ناحية أخرى، أي أن غلاء الأسعار هو نتيجة طبيعية للتبعية والفساد والاستبداد وغياب العدل. الفقر بين غلاء الأسعار وتزوير الانتخابات هو عنوان الندوة التي أقيمت اليوم. ما هي النقاط التي ناقشتها الأحزاب؟ الأحزاب ناقشت أن الفقراء بين كفي الراحة كما يقولون، غلاء الأسعار من ناحية وسرقة إرادة الشعب بتزوير الانتخابات من ناحية أخرى، وأن غلاء الأسعار هو نتيجة منطقية لتزوير الانتخابات، لأن النواب الذين يأتون بالتزوير ولاءهم لمن زور لهم وليس ولاءهم للشعب. فإذا كان من زور لهم من رجال الأعمال وأعضاء لجنة السياسات من المحتكرين والمستغلين، فإن النواب سيكونون مع الاحتكار والاستغلال وضد مصلحة الشعب، وبالتالي يكون غلاء الأسعار نتيجة منطقية لتزوير الانتخابات. كلماتك اليوم كانت لها وقع كبير وتلمس الحياة العامة في مصر. ما هي الرسالة التي تريد أن توصلها للجماهير بصفة عامة وتريد أن تتحقق وينفذها السياسيين بصفة خاصة؟ أظن الرسالة التي أريد أن أوصلها أن الأمل باقي طالما أن ثقتنا في الشعب وفي الوطن وفي الله سبحانه وتعالى، وأننا يجب أن نعض بالنواجذ على احترام إرادة الشعب، وأن العصيان المدني خطوة أولى في سبيل انتزاع إرادة الشعب من فم الاستبداد. الإرادة هي التي يجب أن يتمسك بها الشعب المصري، فكما أنت أيها المعاق لك إرادة، فيجب على كل المصريين أن يكون لهم إرادة في التغيير واقعهم العملي أو واقعهم السياسي في عصرنا 2010 أو 2011 أو في مختلف الأزمنة. وفي النهاية سيدي نشكر الدكتور مجدي قرقر الذي شرفنا اليوم في برنامج بنحبك مصر على قناتكم قناة صوتنا لذوي الإعاقة، وشكرا لكم وإلى اللقاء في برامج مقدمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.